أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض سلطة غنية بالبروتين من الفاصوليا الحمراء والذرة. هنحتاج كوباية ونص من الذرة الحلوة المعلبة، كوباية ونص من الفاصوليا الحمراء، 2 من الطماطم مقطعة مكعبات، فلفل أخضر وألوان حوالي نص فلفلاية من كل واحدة، بصل مقطع مكعبات، كزبرة خضراء متقطعة، معلقتين من زيت الزيتون، معلقتين عصير ليمون، معلقة من الخل البلسمك، معلقة كبيرة عسل، ملح وفلفل وكمون وتوم باودر. طبعا أول حاجة بنجهز الدريسنج بتاعنا ونقلبه كويس قبل ما نقلب السلطة علشان يختلط كويس بكل المكونات. ممكن كمان تزودوا شطة أو هوت صوص على السلطة دي لو حد بيحبها سبايسي، أو ممكن تزودوا مع الفلفل فلفل سبايسي. بعد ما جهزنا الدريسنج بتاعنا هنبتدي نحط السلطة بتاعتنا مع بعض. انا هنا استخدمت الكاند او العلب الفاصوليا الحمراء والذرة. طبعا انا بغسلها كويس في مصفى وبعد كده بصفيها خالص واحطها في السلطة. السلطة دي فيها نسبة بروتين عالية وفيها كمان الياف، ممكن تاكلوها كوجبة لوحدها وممكن كمان ناكلها في ايام الصيام. كمان ممكن نقدمها جنب تورتيلا تشيبس وناكلها كسناك كده، فبتبقى جميلة قوي. هنقلب الدريسنج مع كل مكونات السلطة والسلطة بتاعتنا بقت جاهزة. جربوها وقولولي رأيكم. Thank you.